اول مره ولادي يصحوا من النوم كلهم يقولوا لي ماما احنا جعانين قوي، اتصرفي واعملي لنا فطار حالا. قلت بقى كده يعني جايين في الحر ده وعايزين فطار. اتشطرت بقى وطلعت صاج الفرن، وقلت بس هعملها لهم فطار غدا عشاء عشان ما يطلبوش اكل طول اليوم، الجو حر جدا. وقلت اوفر فلوس المطاعم، كانوا عاوزين يدبسوني. المهم بقى رحت جايبه كيس التوست زي ما انتوا شايفين، وجبت صاج الفرن، رصيت كده كيس التوست وحطيت عليه الكاتشب بالشكل ده، ودهنت الكاتشب كده على التوست. هدهن بقى ايه التوست كله كده، بزود لهم الكاتشب عشان هما بيعشقوا الكاتشب. وبيني وبينكم يا جماعه مضيعين فلوسي عليه، بس بصراحة شركة موتزاريلا فريش على طول بتنقذني، بجيب من عندهم الجيركن ده بسعر الجملة وبيكفيني شهر بحاله. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، رحت رصيت السلامي على التوست بالشكل ده. كان عندي شوية سلامي في التلاجة طلعتهم، وجبت بقى الطماطم قطعتها قطع صغيرة وبدأت احطها كده على التوست. جربوا الفكرة دي هتدعولي، ولادكم هيحبوها قوي، تعملها لهم فطار غدا عشاء وياكلوها وهيفرحوا بيها. بعد ما رصيت الطماطم كان عندي هنا زيتون اللي هو المخلي شرايح، ورحت رصيته كده بالشكل ده. صلوا على الرسول حبايبي كالعادة لو وصلتوا لغاية هنا، واوعوا ما تجربوش الفكرة دي. هنا بقى رحت جايبة ايه فلفل سبايسي، وده اختياري، ممكن تجيبي فلفل رومي لو اولادك مالهمش في السبايسي، بس انا ولادي بيحبوا الحاجة سبايسي يعني. بعد كده هروح جايبه بقى زعتر، برضو بجيبه من شركه موتزاريلا فريش، بينفعني برضو قوي بصراحه الزعتر بتاعهم، ريحته نفاذه ويجنن. ولا الجبنه بقى، الجبنه بتاعتهم دي اسمها الحريف يا بنات، حليب صافي، وهوريكم المطه بتاعتها دلوقتي. مطتها عاليه جدا، انا من حلاوتها باكلها حاف لان هي حليب صافي. واول مره في حياتي اشوف جبنه موتزاريلا يكون لها طعم بالشكل ده. كمان المطه هوريها لكم دلوقتي عاليه قوي وسعرها رخيص جدا، لان شركة موتزاريلا فريش دي بصراحة بيبيعوا الحاجة بالجملة. هنا بقى دخلتها يا دوب الجبنة هتسيح. وسع 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 بقى. بصوا يا جماعة شكله، انا جعانة قوي، يلا ناكل. جماعة انا متحمسة قوي، مش عارفة ابدأ بأني قطعة بالظبط. خلينا ناخد اللي في النص دي، نطلعها كده. بصوا بصوا بقى الجمال، بصوا الجبنة، الجبنة دي بصراحة احلى جبنه بستخدمها، شلالات من الجبنه. مش بقول لكم شركة موتزاريلا فريش عندها جبنة اسمها الحريف بأعلى مطة؟ بصوا المطة يا جماعة، انا مش عارفة هتوصل فين تاني، يعني هتطلع فوق للسقف بجد، حلوة قوي وطعمها بقى حاجة تانية. عندهم كذا نوع، عندهم الاكسترا اللي هي الزرقاء، وعندهم الخضراء اللي هي الشيدر، وعندهم ميكس الجبن، وعندهم اصابع الموتزاريلا. كلهم مطتهم عالية وتجنن بجد تجنن، وسعرها حلوة قوي قوي بصراحة. انا باكلها حاف، بصوا شكلها هوريها لكم من جوه، هي حبوب كده جميلة قوي قوي يا بنات. وجيركن الكاتشب ده بجيبه برضو بسعر حلو قوي من عندهم. الشركة دي الميزة اللي فيها ان هي بتشغل ستات البيوت من البيت، يعني لو انت معاكي مثلا رأس مال لو 500 جنيه هتجيبي من عندهم حاجات قد كده، تقدري تفتحي صفحة على الفيسبوك وتسوقي بقى لنفسك وتبيعي لكل حبايبك. هما بيساعدوكي على ده وبتكسبي بقى فلوس قد كده بصراحة يعني. ولا البرجر عندهم يا بنات، والستريبس عندهم لحم صافي يجنن، كل اللحوم المصنعة البلدي في شركة موتزاريلا فريش. لو عايزين صفحتهم وارقامهم قولوا لي حبايبي، جربوا يلا.